أهلا وسهلا بكم معنا في فيديو جديد. في فيديو اليوم راح نشارك معكم أهم المشتريات اللي شريتهم في رمضان. حتى لو كانت مغيرفة راهي مهمة بالنسبة لي. إلى أول مرة تشوفي القناة ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وهيا ونشاركوا مع بعضنا مشتريات رمضان 2026. كيما راكم هنا يعني قبل الفيديو الاخر ديت كم معايا وقديت يعني هكا، وزرنا مول اواني زكريا، وزرنا بازار البيت السعيد، وهادو المقتنيات شريتهم من اواني زكريا، بيركس، الميزان وهذه تاع الحطب اللي نطرحوا فوقها. يعني اشياء كبسيطه مهمه يساعدونا، كيما هذه لادوي هذه لا تعرفوا بلي انا عندي كوارث تاع الكهرباء ما تدريش نلقاها، يعني هذه لرمضان وغير رمضان باش نكونوا متفاهمين. وهنا شريت هذول بصراحه كنت سخفانه عليهم، ما عنديش كيفهم. تقولوا لي تاع ضياف، انا صح ما عنديش ضياف، بس هكا رمضان سبيسيال هكا قل شي نفسك سيداتي. اي نعم. ماشي حاجه كبيره يعني باش نقول لكم شريت شويه شويه هكا، باسكو قلت لكم كنت معوله نشري حاجه كبيره وكبيره وكبيره، وكما راكم شفتوا في العنوان الحمد لله هو اخيرا شريتها. يعني شحال وانا عيني عليها من اكتوبر نوفمبر ديسمبر جانفي شريتها. الحمد لله يا ربي. هكا نتوما كي يكون عندكم هدف ابداو لمولو بشويه 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 حتى توصلوا ليه. وبصراحه كان عندي الحظ الاوفر، شريت اللي حبيت ودوكا نقول لكم مين شريتها. هذا تاني تاع النجمه وهلال، اكيد تاع الدقله، جاتو، حاجه ساك. هذه رشاشه تاع الزيت ونحتاجوها بالبزاف. سورتو اللي يحب يطيب في الفور ولا يطيب في المقلاة الهوائية، مليحة ليه بالبزاف هذا الرشاشة. وش تاني حبيت نقول لكم يا ربي. ايه وهذا الفيديو وانا نحط فيه بربي ان شاء الله حين نوصل 1400 مشترك. 1400 شكرا لوجودكم. 1400 ما شاء الله بكم القناة، يعني ليا ما تدو انا جد سعيدة، وانتم اللي راكم تحفزوني باش ندير لكم فيديوهات. لبغات مريضة لبغات ما قادرش نرجع ندير لكم فيديوهات. حتى لو كن حابة ما حب حوايج كم نحبش نشاركها، قول معليش نمشيو مع الموجة ونمشيو مع ترند. وهذه هي أكبر مشتريات راني شريتها في هاد رمضان 2026. قولوا ما شاء الله. كيف راكم تشوفوا هنايا أنا لابسة نص بيجاما ونص تاع برا، باسكو عيط لي الليفرور وجاب لي الاير فراير. نعم سيداتي، انها المقلاة الهوائية اللي شحال وانا سخفان عليها، والحمد لله هذيك هي كسبتها. والعقوبة اللي ما عندوش كامل يكسبها. حاجة مش نقول لكم ضرورية في المطبخ، لكن من أهم الأشياء الموجودة في المطبخ، سورتو للناس اللي تحب الأكل الصحي واللي تحب الريجيم واللي حابة الريجيم. ما نقولكمش شي تاع رجالة البطاطا مقلية، باسكو سمعت بزاف من الناس بلي ما هيش دير بطاطا مقلية مليحة. ما هذا كله أنا درتي بطاطا مقلية مليحة صح. هي كيما نقولوا ماشي كيسيون تشد الوقت، تشد جهد اكثر من انك تقشر بطاطا وتحطها ترميها في المقلاة. هذه لازم لها طريقة طويلة ان شاء الله في الفيديوهات المقبلة. هنا كما راكم تشوفوا رانا نفتحوا فيها، يعني باش فتحناها درنا رونة كبيرة بصح ماليش تسهل، وجبناها للصالون يعني العروسة وحطيناها في الصالون. وهنا كانت اصلا الصالون كان راهو في حالة فوضى ما نحكي لكمش. كنت ندير في الميناج وعيط لي الليفرور وقال لي هيا استقبلي العروسه اللي راكم تشوفوا فيها. كيما راكم تشوفوا هذا الاير فراير من ماركه كيتشن لاب، الماركه الالمانيه. فيها دو باغ، جوج قجوره. فوالا. علاش شريتها بزوج قجوره؟ بسبة رمضان باينه. باسكو دي فوا نديرو البوراق، ومع البوراق نديرو بطاطا مقليه، ولا نديرو حاجه خلاف نديرو دجاج ونديرو. المهم هاد الاير فراير واش هي دورها؟ تخدم دور المقلاة، دور الفرن،
ودور الشوايه هي فيها كيما هذه فيها وشيعتين باسكو فيها دو باك. تهز هذه لا تهز تعايل ليا سنة تهز 4.5 4.5 ساعة 9 لتر. أي نعم. طيبوا فيها مختلف الأطعمة. ها البرنامج راهو موجود قدامكم. أنا هنا كنت ما نعرفلهاش خلاص، كنت نكتشف فيها معاكم، يعني ما نحيت قشيمة ولو بديت قد نكتشف أن نموت على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والإلكتروميناجي، نحبهم أكتر من الذهب أكتر من كله. يعني من أكتر الأشياء اللي نسعى باش نملكهم. بصراحة كانوا عندي هدفين، بصح هذا هو الهدف اللي قدرت نشريه قدام رمضان، معليش الآخر يتأجل. بالعقل بشوية. الأشياء هادو شوية زايدين، مشي زايدين غاليين بالأصل تاعهم. أنا هذه شريتها بروموسيون، شريتها من موقع سوما فور، مع اني ما معنياش بلا بيبليسيتي، بصح على جالكم وعلى جال خاطركم روحوا لسومافور. الاسعار واو، ناقصه تقريبا مليون من الواقع. انا شريتها 1,750,000 ودوكا زادت طاحت 1,650,000 في خاطر رمضان. راهي زادت نقصت وما شاء الله، يعني التوصيل فوري. يومين كانت عندي. انا كي عيط لي تصدمت، انا ما في باليش بلي يومين وتجي. كومونديتها في الليل. ديما الجرأة تجينا في الوقت اللي ما هوش وقت. جاتني جرأة في الليل كومونديتها. كان عندي السعر شوية ناقص. معليش ساعدني زوج. مع انه هو كان ضدها، قال لي تاكل بزاف تريسيتي، وهذه المقولة خاطئة جدا. هي ما تاكلش تريسيتي خلاص، بالعكس. الاجهزة الالكترونية تقريبا كلها تدرك راهي اجهزة ذكية وما تاكلش اقتصادية وسهل يعني الحال. ما تشوفوا في الكارني راح يقول لكم بلي راهي اقتصادية ولا تستهلك الكهرباء. ما امنتيواش روحوا تشات جي بي تي، ما امنتيواش كي تستعملوها مع زمان يبان لكم الخبر. علاش؟ خاطر ما هي كي يسمعوا بلي فيها وشيعة او وشيعتين تبان لهم ريزيستانس تاع بكري، تسمى تاكل تريسيتي. فهمتيوا عليا؟ بصح هي لا توفيرية واقتصادية. تاني ما تحبش الزيت بزاف، وهذا هو الشيء اللي انا شريته على جالها باسكو اول حاجة الانسان لازم ينقص من الزيت، وتاني الكولون ما نحكي لكمش ما وصل الاطفال يسيبوا على بها نضغط على الحاجة الصحية يعني واللي تناسبني. او ميم انا ما عنديش ميكرووند. ملا دوك انا ما نحتاجش نشري ميكرووند باسكو عندي الاير فراير. وهنا بديت نشارككم بعض من الوصفات. هنا درت البطاطا هرستها راح نحشيها بالجبن. يعني انا فورا غير ما شريتها فورا التطبيق باللي صورت لكم واللي ما صورت لكمش ما عندي ما احكي لكم. درت هذو كريات البطاطا. درت فيها الكباب. درت فيها كباب شيش طاو. درت فيها الكيك. وش تاني ربي؟ بيتزا راح نشاركها معكم تاني ونمد لكم رأيي الصريح في البيتزا. اما البطاطا مقليه ما نحكي لكمش، خلاها باي باي يقول لي باي باي زيت صح. نتعدى بشويه. علاش؟ باسكو نحطها فوق النار في الماء حوالي 5 دقائق، ومن بعدها نصفيها نرشها بالزيت ونحطها في القلاية الهوائية. ما نحكي لكمش مستحيل تفرقوا بينها وبين البطاطا مقلية. كي جربت وما حطيتهاش في الماء ما جاتنيش هذيك البنة، جاتني شغل بيزار. وقلت لها معليش راكم لازم وضروري توالفوا بالطعم. بس عما كي جربت الطريقة الثانية ما تختلفش ابدا وابدا عن البطاطا المقلية، ولادي حبوها وما تضرش. وانا البطاطا المقليه غير ما ناكلها وليت ننظر منها بزاف، بصح دي ما تضرش. هذا اللي امامكم هو الشيش كباب. جربته معكم في قناتي الثانيه، في القناه هذه ما تعايليش جربته. راح نخلي لكم تعليق مثبت من القناه الثانيه، روحوا شوفوا الوصفه وجربوها سورتو في رمضان ما نحكي لكمش. اكيد اللي ما عندوش الفراير يقدر يديرها في الفرن. كيما يقدر يديرها فوق طاجين
يعني ما نحكي لكمش على البنات تاع الشيش كباب وحده. هنا كنت نمسح عليها ماشي بزيت. نشوفوا شد الفتفوت هذا باسكو انا صورتها فيديو قصير وراني قربت الكاميرا باسكو تخيل بكري راكم شفتيو ادم على بالي. تخيل وتبين. والفتفوت هذا فتفوت تاع الخبز تاع الكريات البطاطا. كريات البطاطا حشيتها بالجبن ورمتها فورا بلا شابلور. نتوما تقدروا ديروها في بيض وفرينه ومن بعد عادك ديروها في لا شابلور الا حبيتوها مقرمشه. فهمتيوا عليا؟ انا اطفالي يحبوها كيحبوا يعني يحبوها بالطرق كامل هما. بس كيما قلت لكم الايامات اللي فاتوا كنا نعانيو من الكولون ملا انا نهرب الحاجه الصحيه. فوالا هنا تقدروا تشعلوا شتي والضوء يشعل. التحكم فيها جد سهل بربي. ان شاء الله الا حبيتي ندير لكم فيديو مفصل على طريقه على البرامج طريقه الطهي. على بلي تحبوا هاد الحوايج بزاف. جربت كم من موضوع الغسالة الاواني. ملا تحبوا ندير لكم فيديو حد وحده ما كاين حتى مشكل. المهم انا حبيت نشاركها معاكم بما انه رانا نشترك كامل في مشتريات رمضان. وهذه البيتزا اللي جربتها في الاير فراير. وصلت البيتزا اكيد تعرفوها واكيد موجوده تاني في القناه. راح اخلي لكم الوصفه في صندوق الوصف. الا اللي متعرفوش في صندوق الوصف كان بلي كاين الناس يعرفوها بزاف كاين الناس ما يعرفوش اللي هو تماما تحت العنوان. فوالا ضغطوا على ديك الفليشه يهبط لكم صندوق الوصف. هنا حطيتها في الاير فراير. بصراحه البيتزا شفت فيديوهات قالك 8 دقائق تجهز البيتزا مع انه برنامج الاير فراير هاي ديك البيتزا وينيه. كي نضغطوا عليها نضغط على رقم 1 باسكو باش نوري له الجهه اللي راح يطيب فيها. يمدي 180 درجه و20 دقيقه ما يمديش 8 دقائق. انا جربت نطلع عليها في 8 دقائق لقيتها بدات تحمر. خليتها ل 11 دقيقه طليت عليها لقيتها حمرت. خليتها ل 20 دقيقه راحين تشوفوا النتيجه كيفاش لقيتها. بصراحة طيبت فيها الكيك عجبني بالبزاف. الدجاج ما نحكي لكمش انديري راهو مشوي في الشوايه. واش تاني؟ البطاطا قلت لكم كلها راهي مقليه في المقلاة. درت فيها لحميص. اما البيتزا درت فيها بيتزا جات بنينه باسكو لابا تاعي جات مقرمشه تاني. في الطعم ما نحكي لكمش لكن ما عجبتنيش باسكو راهي ما طيبش من تحت. عذرا على الاصوات ما طيبش من تحت تبقى شبه خضراء. يعني ننصحكم الى الوحده شغل تحب دير البيتزا من الاحسن ديرها في الفور مره واحده تتهنى. اللي بغات ديرها فرديه في الفور تجي محمره الله الله. وهذا هو فيديو اليوم. نتمنى يكون كان خفيف ظريف عليكم. نتمنى كانوا عجبكم المشتريات. الى اول مره تشوفوا القناه ما تنساوش الاشتراك في القناه. نشكركم على الدعم والمحبه ونلقاكم باذن الله في فيديو مقبل ان شاء الله.